المقاتلين الموجودين على الحدود دول مقاتلين رجاله، ما يفرقوش دايما عن المقاتلين اللي هم كانوا في 73. كلنا واحد. الجندي المصري معروف، الجندي المصري من زمان جدا معروف، عارف، معروف ان هو راجل. عايز اقول لكل الشعب المصري زي ما بلغتهم الرساله دي قبل كده وانا مصاب. بقول لكل الشعب المصري اطمنوا، احنا اولادكم وهنفضل هنا موجودين ندافع عنكم، واقفين ناخد رصاصه في صدرنا بدلكم. اي حد هيفكر يمس شعب مصر احنا اللي هنتصدى له، واي حد هيفكر يمس الامن الداخلي لمصر سواء كان من خارج او من داخل مصر، ارهابي او ايا كان جنسيته، مش هيقدر يقوم ناحيه مصر طول ما احنا موجودين. اللي عايز اللي عايز يقرب ناحيه مصر يعدي على جثثنا احنا الاول. لا طبعا مش خايف، انا بحمي حدود بلدي وليا الشرف، لان احنا بنحمي بلدنا وبنحمي اهم جزء في الدوله، وباذن الله يعني نكون قد المسؤوليه، واحنا خير اجناد الارض زي ما قال صلى الله عليه وسلم. لو انا ليا الفخر اني بنتمي هنا، ولو كل فتره تتجدد ليا ان انا افضل هنا، هفضل هنا اني اخضع على الارهاب اللي موجود في بلدي. يعني الفخر كل واحد مصري.